السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدًا وهو درجات الحرارة، وإيه الحاجات اللي بترفع درجة الحرارة عندي، وموضوع جدول الحرارة والكلام ده كله. مبدئيًا كده بس ما فيش حاجة اسمها جدول حرارة أمشي عليه. موضوع إن أنا أقول لك مش عارف أول 3، 4 أيام دول مش عارف درجة الحرارة كام و30 وبعد كده نقص، ما فيش حاجة اسمها كدهوّة. في حاجة اسمها إن كل سلالة وكل وزن وكل عمر بيبقى ليه متوسط درجات حرارة، احتماليات درجات حرارة. فإحنا على هذا الأساس بندّي الrange ده. أمّال أنا طب دلوقتي مقياسي إيه؟ مقياسي هو حالة القطيع اللي عندي. القطيع اللي عندي هل هو منتعش ونشيط وبياكل وبيشرب والدنيا تمام؟ يبقى أنا كده موفّر له يعني الظروف البيئية المناسبة. لكن شايف الحاجة بتنهج، الحاجة لامة على بعضها، الكلام ده كله، يبقى أنا كده في عندي مشكلة. تيجي تقول لي: ما هو أصل أنا ماشي على الجدول. الحقيقة ما فيش حاجة اسمها جدول. الجدول ده بيبقى احتماليات. أنا عارف مثلًا إن أنا في الاستقبال هاستقبل مثلًا على درجة حرارة ولنفرض مثلًا 33 درجة. طيب أنا دلوقتي جيت استقبلت على 33 وحسيت إن الكتكوت بردان، هافضل سايبه بردان لحد ما يموت مني؟ لأ، يبقى أنا هارفع له درجة حرارة مثلًا، هارفع له درجة. لأ، شايفه حران، يبقى أنت ما فيش حاجة اسمها جدول ثابت. في حاجة اسمها زي ما قُلت كده متوسط درجات حرارة أو احتماليات، دي بنمشي عليها على حسب العمر والوزن والسن. ده كده عشان تبقى الأمور دي واضحة. طيب إيه بقى الحاجة اللي بترفع عندي درجات الحرارة؟ رقم 1 عندي درجة الرطوبة. كل أمّا درجة الرطوبة عندي بتعلى، فده بيدّي درجة حرارة المستشعرة إن هي عالية. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا درجة الحرارة عندي على الترمومتر ولنفرض مثلًا 30 والرطوبة عندي مثلًا 70 أو 75، فالطائر نفسه أو الحيوان هيبقى حاسس كده درجة الحرارة كأنها مثلًا 32، 33. فدي نقطة مهمة جدًا لازم تاخد بالك منها، وهي درجة الرطوبة، إنها تبقى في المتوسط بتاعها، اللي هو بنقول مثلًا من 50 ل60. أدنى حاجة ممكن ليها مثلًا 40 لو أنت يعني في أماكن بيئية مش قادر تحقق أوي الموضوع. وطبعًا لو نزلت بدرجة الحرارة يبقى أنت هتعلّي درجة لو نزلت قصدي بدرجة الرطوبة هتعلّي الحرارة سِنّة عشان خاطر الدنيا تضبط معاك. فيبقى رقم 1 عندنا هي درجة الرطوبة. طيب إيه اللي بعد كده ممكن يعلّي الحرارة؟ هو نَفَس الطائر أو الحيوان. ليه؟ لإن النَفَس ده خارج معاه بخار مَيّة. لإن بالأخص يعني دلوقتي أنت عندك الطيور ما بتعرقش. ليه ما بتعرقش؟ لإن الطيور لو عرقت بالتالي الريش بتاعها هيتبل مَيّة، فده مش هيخلّيها تعرف تطير، لإن هي اسمها طيور أصلًا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما خلّاهاش إن هي تعرق زينا إحنا كده كبني آدمين، وخلّى إن هي تتخلّص من درجات الحرارة الداخلية بتاعتها عن طريق النَفَس أو عن طريق الهوا اللي بيمُر عليها. ده بيهدّي من درجة حرارتها. فيبقى أنا النهارده دلوقتي كده عرفت إن النَفَس ده من ضمن الحاجات اللي هي بتسبب ارتفاع في درجات الحرارة. طب يعني إيه؟ يعني حضرتك دلوقتي لمّا يكون عندك أعمار كبيرة خلاص كدهوّة أو أحجام كبيرة، فبالتالي حجم الهوا اللي هي بتستهلكه بيكون أكتر، فبالتالي هتلاقي درجة حرارة المكان بتعلى معاك بسرعة، فبتبتدي عشان كده أنت تنزّل درجات الحرارة في الأعمار الكبيرة. النقطة التانية الكثافة العددية. يعني أنت دلوقتي لمّا تحط كثافة عددية كتيرة، فبالتالي هيبقى استهلاك الأكسجين كتير، فبالتالي هيبقى في نَفَس خارج أكتر، فده برضه هيعلّي معايا الحرارة. فالمفروض إن أنا في أوقات الحر إن أنا باقلل الكثافة عشان خاطر ما يبقاش في نَفَس كتير في المكان، فيسبب حالات الارتفاع درجات الحرارة. زي إحنا كده كبني آدمين كده لو جمّعنا عدد في أوضة مثلًا هتحس إن الدنيا حَر وإن أنت مش طايق نَفْسك. ده كده تاني حاجة. طيب الحاجة التالتة وهي الأكل. الأكل طبيعة أي كائن حي أول ما بياكل بيبدأ في الحالة دي إن هو جسمه يسخن، جسمه درجة حرارة جسمه ترتفع. عشان كده بنقول في بعض الأحيان لمّا تكون درجة الحرارة عندك عالية أوي وأنت مش عارف تسيطر عليها، في الوقت اللي هو من قبل الضهر مثلًا بساعة أو بساعتين بالكتير لحد مثلًا العصر، ممكن نرفع الأكل من قدام الحاجة في الوقت ده، عشان خاطر ما نخلّيهاش إن هي تاكل وبالتالي درجة حرارتها جسمها ترتفع، وده ممكن طبعًا يسبب نفوق. فدي كمان حاجة تبقى أنت فاهمها كويس. طب هتيجي تقول لي طب ما أنا هاشيل الأكل من قدامهم هيخسوا. لأ مش هيخسوا ولا حاجة. أنت كده أصلًا الطائر تقريبًا بيقعد من range من 3 ل4 ساعات، ده بالنسبة لفراخ التسمين على ما بيهضم الأكل اللي في معدته. ويعني فما تقلقش خالص من النقطة دهيّة. كده عندك ال3 حاجات دول اللي هم بيبقوا أسباب رئيسية في ارتفاع درجات الحرارة. طبعًا زي ما قُلنا برضه موضوع بقى الحاجات الجانبية الكثافة العددية والكلام ده كله. طيب أنا دلوقتي في عندي برضه حاجة تانية. إيه هي بقى؟ موضوع فكرة ضبط درجات الحرارة. حضرتك في مشكلة بتحصل عند ناس كتير جدًا، وهي إن هو بييجي اللي قُلنا برضه الناس اللي هي برضه معتقدة فكرة الجدول دي، إن هو بييجي يكون مثلًا يقول لك أول 3 أيام مش عارف درجة الحرارة كذا، 3 أيام التانيين درجة الحرارة كذا، وتلاقيه مرّة واحدة نقّص حوالي مثلًا درجتين والّا حاجة. ده كارثة في حد ذاته. إحنا بنقول إن أنت المفروض تنقّص بالنُص درجة، حد أقصى درجة مئوية. هتقول لي ياه! درجة مئوية الدرجة دي هتفرق؟ آه طبعًا تفرق كتير جدًا درجة مئوية. لإن أنت لمّا بتيجي الناس اللي هي بتقعد تنقّص درجات الحرارة بفكرة إن هو ماشي على جدول دي، بتلاقي أول ما يبدأ يخفّض درجة الحرارة يقول لك أنا حاسس الحاجة بتجمّع على بعضها، مش عارف ظهر عندي أعراض طشمة مش عارف إيه. أيوه ما هو ده سببه إيه؟ إن أنت خفّضت درجة الحرارة مرّة واحدة. زي ما تكون أنت دلوقتي كده مثلًا أنت الجو بالنهار حَر، وجيت مرّة واحدة الليل جه وهوب الدنيا بقت هوا وساقعة. أنت نفسك كبني آدم إيه اللي بيحصل؟ بتحس بالاختلاف ده. فكذلك برضه الطائر ده هو عشان كده بنقول أنت تنزّل بنُص درجة. يعني أنا مثلًا دلوقتي استقبلت مثلًا على أول يوم درجة حرارةٍ ما، استنيت مثلًا أول يوم وتاني يوم، جيت بعد كده ابتديت أحس إن الحاجة هتنهج معايا، يبقى هابدأ أنزّل مثلًا نُص درجة وأراقبهم. الدنيا تمام، تمام، لأ مش أوي، طب أنزّل مثلًا درجة. يبقى أنا كده بانزّل بشكل متدرج مش بشكل فُجائي مرّة واحدة، عشان خاطر ما اعملش صدمة للحاجة في اختلاف درجات الحرارة، ويبتدي يحصل عندي مشاكل. فدي نقطة خلّي بالك منها كويس أوي. وخلّي بالك إن الطائر أصلًا أو فراخ التسمين بالتحديد يعني النهجان عندها أساسًا بيبدأ عند درجة 26 و7 مئوية. هتقول لي طب إزاي ما إحنا هنحطها في درجة 33 وما بتنهكش ولا حاجة. قُلنا إن الموضوع بيختلف على حسب العمر والوزن والسن. فبالتالي الفكرة كلّها إن أنت كل ما بتخفّض درجات الحرارة للكتكوت بتاعك من وهو لسه صغير، وكل ما بيكبر بتخفّض درجة الحرارة عشان خاطر هو في الحالة دي جسمه بينتج حرارة أكتر من مكانه وهو صغير. نَفَسه بيطلّع رطوبة أعلى من مكانه وهو صغير. حجم العلف اللي هو بياكله بقى أكتر من مكانه وهو صغير. يعني إيه؟ يعني هو أصلًا في العادي هو عايز درجة حرارة معيّنة ثابتة على يعني على مدار عمره كلّه. إحنا بقى بنعلّي ونوطّي ده عشان خاطر نوائم حجمه والعدد والكمية اللي هو بياكلها والنَفَس بتاعه. يعني ممكن النقطة دي تكون لو مش فاهمينها أوي اكتب لي في comment وأنا أوضّحها لك بشكل أكتر. أتمنى يكون أنت الموضوع وصل لك. ركّز في موضوع الحرارة ده عشان هيفرق معاك كتير أوي، وربنا يعني يستر علينا وعليكم. سلام عليكم.